مساء الفل يا ست الكل. الفيديو اللي طال انتظاره انا خليته شوية علشان خاطر يوصل لدرجة الاتساخ ده، عشان اشوف هيتنضف في غسالة الاطباق ولا لا. ناس كتير سألتني عن حوامل البوتاجاز، ازاي هل يا ترى بتنضف جوه غسالة الاطباق وبتدخل اصلا ولا ما بتدخلش. انا اقول لكم ازاي تحطيها في رف غسالة الاطباق، لان لو جيتي تحطها كده مش هتيجي كده، مش هتيجي. شوفي بقى يا ست الكل انا عملت ازاي. وقفت واحد كده بميل شوية، والتاني سنده بميل كده بزاوية. شوفي حطيته ازاي بزاوية كده، واحد مايل والتاني مايل عليه سنده زي كده. شوفي والتالت طبعا جنبه كده. وانتي بتحطي بالراحة علشان خاطر ما تجرحيش المكان تحت اهو. اهم حاجة وانتي شغالة وانتي بتحطي الحوامل بالراحة خالص، علشان خاطر ما تجرحيش السنون وتصدي. تحط واحد كده واحد التاني والتالت عليه زاوية كده، زاوية كده سمبوكسة. هندخل دلوقتي ونشوف، هنغسل على درجة حرارة عالية ونشوف هينضفوا من الدهون والحاجات اللي فيه ولا لأ. أنا هنا هستخدم نص حمولة، لأن أنا مش حاطط في الرف العلوي حاجة، أنا بس شغال في الرف السفلي. هعمل نص حمولة للرف السفلي. اللي مش عارفة تعمل نص حمولة تشتغل عادي على البرنامج بتاعها دورة الغسيل كاملة، مفيش أي مشكلة. أنا هستخدم قرص، طبعا مش هقول نوع القرص إيه عشان ما تقولوش إيه أنت بتعمل دعاية لمسحوق معين، لأ. كل واحدة تشتغل على اللي عندها اللي غسالتها بترتاح فيه. تمام. بسم الله، يلا نشوف، يلا نشغل. بسم الله. انا هشغل اتقل برنامج واعلى درجة حرارة من 60 درجة حرارة ل 70 درجة حرارة. هيديني الوقت. ايوه اخر برنامج اداني الوقت بتاعي ساعتين و50 دقيقة، يعني 3 ساعات الا 10 دقايق. درجة حرارة عالية. انا طبعا عامل القرص، اختار القرص كده. اخدت القرص اديله صح. واخد نص حمولة ده علوي، لا مش عايزه، انا عاوز السفلي. ايوه ده، اديله صح واديله اوكي تشغيل من هنا. بسم الله. بعد ما تخلص دورة الغسيل هنشوف مع بعض نضيف درجة النظافة بتاعته ايه ونشوف. بسم الله. غسلنا حوامل البوتاجاز، تعالوا نشوف النتيجة. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. في بقى حاجة عايز اقول لكم عليها. مفيش غسالة اطباق هتغسل حوامل البوتاجاز 100%. بيبقى في دهون متبقية بتغسليها على الحوض بايديكي، بس الدهون بتبقى طرية جدا، ليفة في ثواني بتقوم مطلعة الدهون. بواقي بسيطة زي كده، دي لو عملتها حتى بايديكي هتطلع بتطلع في ايديا في ايديا. شوفي ادي الدهون سهلة جدا على الحوض وتطلع البواقي. كل ده نضف بس المكان ده عشان بيكون في النص، وانا سبته فتره طويله على البوتاجاز عشان خاطر اوريكم الفيديو الدهون التقيله غسالة الاطباق بتنضفها ازاي. تعالوا بقى نشوف ننضفها على الحوض. يلا كده شويه صابون. طبعا دي موجوده في كل بيت مصري. نيجي هنا اهو، ده الشكل اهو. نشوف هيطلع ازاي بالسهوله. انا لسه ما عملتش حاجه. شوف الفرق بين هنا وهنا، سهل. هنا برضو نشوف طلع بالساهل ولا لا. سهل جدا، طلع من غسالة الاطباق طري جدا، بيتنضف بسهولة. بس كده. دول طالعين نضاف جدا، مش محتاجين حوض ولا فرشة ولا اي حاجة. دول طالعين نضاف ما فيهمش اي مشكلة. التانية بس هي اللي كانت تقيلة عشان انا سبتها فترة طويلة. دول 100 100. بس في حاجة بقى يا ست الكل، في حاجة تاخدي بالك منها. اللي بيعملوا فيديوهات ويقول لك الحاجه بتطلع نظيفه بيرفكت 100%، لا. دي فيديوهات هو بيعملها وفي الاخر بيروح يغسلها ويصورها وهي بتلمع. غساله الاطباق يا ست الكل مش هتلمع لك على الاخير، تيجي على الحوض وتلمعي اخر تلميعه والدهون طريه. طبعا غساله الاطباق انا كان معلوماتي عن الحاجات دي ان هي بتتنقع كربونات واملاح وملح و12 ساعه وليله زرقاء، وبرضه في الاخر ما بتنضفش وميه مغليه وشغلانه. غسالة الأطباق هتغني عنك كل ده. ساعتين زمن أو ساعتين ونص. لو عجبكم الفيديو لايك وشير
قناتي على اليوتيوب عصائر ميخا. ترارارا. بسم الله. ايوه كده زي الفل. طبعا انا ما دخلتش دول جوه غساله الاطباق عشان من تحت بيعملوا صدى، وما ينفعش اي حاجه فيها صدى تدخل غساله الاطباق. تمام يا ست الكل. عملنا طبعا ده، انا وريتكم ده في فيديو تاني قبل ده، عشان خاطر الازاز ما يجيش عليه دهون تيجي بعد كده نشيل ده ونبدلوه الاسترتش، ما فيهوش اي مشكله. بس وفي حاجه مهمه، لو انتوا هتغطوا زي ما انا عامل كده، فتحات التهويه دي تفضل مفتوحه. انا سايبها مفتوحه ما غطيتش للاخر، كلها مفتوحه زي كده. شكرا.